السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. النهاردة اليوم ال24 في شهر رمضان. هنحضر مع بعض فطار سهل وسريع جدا. طبعا الأكلة اللي احنا هنحضرها النهاردة او سفرتنا النهاردة ما يختلفش عليها اتنين. كلنا طبعا بنحبها. يعني سفرة كده تملى العين. اهم حاجة قبل ما تبتدوا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة طبعا فضلا وليس امرا. وتفعلوا زر الجرس وطبعا كومنت حلو لو الفيديو بتاعي عجبكم. وصلوا بينا كده على الرسول ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجة كده انا هعمل حشوة للبطة اللي انا هعملها. معايا كده بصلة ابتديت ان انا اقطعها لقطع صغيرة، وكان كمان رز مصري. غسلاه بقى كويس جدا يعني مصفياه. خرطت كده البصلة على الرز وضفت عليها فلفل اسمر وكمون وملح وشوية كده من الزيت علشان يخلوا كده الرز مفلفل. وهقلبهم بقى كويس قوي مع بعض. وبعدين طبعا انا غاسله بقى البطايه بتاعتي ونقعها كويس قوي. اهم حاجه ان احنا نكون منشفينها كويس جدا جدا، حتى يعني مثلا بمناديل المطبخ كده من جوه علشان تبقى جافه جدا ومتطلعش اي سوائل من جوه. البطه هنا بقى بعد ما جففتها كده هبتدي ان انا احشيها. هادخّل بقى فيها كده الرز من جوّه. وافضل احشيها لحد يعني مثلًا مقدار ايدي كده، ان انا ادخّل ايدي فيها الاقي ايدي داخلة فيها بكل سهولة. يعني ما املاش البطة رز علشان الرز ما يتعجنش يعني معايا. بعد ما باخلّصها بقى وكمان هاحشي الرقبة بتاعتها برضه بتكون طعمها حلوة جدًا، جدًا. وهاقفّلها بقى وباحب بقى إن أنا يعني أدّيها كده نغزة بالسكينة كده من الجوانب علشان تسهّل معايا عملية السوا. طبعًا باكون مسخّنة مَيّة في حلة كده غالية مَيّة كويس أوي. وضِفت بقى بصلة. طبعًا البصلة اللي أنا استخدمتها في الرز كانت كبيرة، فاستخدمت نُصّها. وهنا ضِفت باقي البصل. هاحط بقى البَطّة كده، وطبعًا يعني أستنى كده شوية قبل ما أحط أي إضافات، علشان ممكن البَطّة مثلًا المَيّة يبقى فيها ريم، فابتدي إن أنا أشيله. وبعدين هابتدي إن أنا أنزّل طماطم وجزر. طبعًا إحنا ضِفنا بصل، هاضيف بقى ورق لوري وحبهان، فلفل أسمر، كمون وملح. طبعًا إحنا البَط والفراخ بنضيف لهم الملح عادي في الأول. هاغطّي عليها بقى وأوطّي عليها أول ما بتغلي واسيبها تستوي. هنا بقى كان عندي كده كيسين، كل كيس كده فيه شوية من الصلصة. كنت يعني كانوا بيبقوا فايضين معايا في كل مرّة باحشي. فعيناهم بقى في الفريزر وطلّعتهم بقى المرّة دي، سهّلوا عليّا إن أنا ما جهّزت بقى خلطة ولا أي حاجة. وكان عندي بقى كده حوالي نُص كيلو من البتنجان أو كيلو إلا ربع. والمقوار بتاعي للأسف اتكسر. فطبعًا يعني الجيش قال لنا نتصرّف. فعادي بقى قورت بيها وهي مكسورة كده. طبعًا علشان هي كانت كبيرة فسهلت عليَّ برضه عادي. بتنجان بقى باحب إن أنا أضغط عليه كده ضغطة بإيدي، وبعدين باقطع كده البوز بتاعها من فوق، وابتدي إن أنا أقوّر البتنجان ده كله. وطبعًا هاعمل كمان محشي ورق عنب. علشان البتنجان كان شوية صغير. هاعمل كمان أنتم عارفين بقى إن أنا باحب البتنجان إن أنا يعني أدّي له صدمة كده على الطاسة كده يعني على الزيت. باحب إن أنا أدّي له دقيقتين كده من كل ناحية، بيطرى معايا وبيبقى طعمه تحفة. يعني أصل هو هنا البتنجان طبعًا إحنا في شتا، وحتى والله لو في الصيف المكان اللي أنا فيه يعني البتنجان بيكون مجلد كده، فلازم إن أنا أدّي له الصدمة دي علشان يعني يطرى ويبقى زي الزبدة كده وأنتِ بتاكليه. هنا بقى في شوية مَيّة مغلية. كان عندي بقى ورق عنب كده متفرّز. طلّعت شوية كده، وطبعًا أنا مش هاستعمل الكمية دي كلّها، يعني استعملت شوية كده منها حوالي تِلتها مثلًا، علشان أنا مش كنت عاملة رُز كتير، يعني كنت عاملة بس للبتنجان وطلع إن البتنجان شوية صغيّرة يعني. باحطه كده في المَيّة، وبعدين باحطه على كل جنب باقلّبه لحد ما الورق بتاعه بيبتدي إن هو يتفكك. أول ما بيتفكك بقى بيبتدي إن هو يغيّر اللون بتاعه، يعني في كام ثانية كده بيغيّر اللون بتاعه من الأخضر ده بيبقى يعني زي ما أنتم شايفين كده. وبعدين بنطلّعه على طول، ما كترش طبعًا علشان الورق العنب مجرد إن هو يغيّر اللون بتاعه بنطلّعه. هنا بقى الصلصة، طبعًا الصلصة كنت حاطة فيها ملح وبهارات وكل حاجة، يعني علشان هي كانت جاهزة يعني. حطيت فيها الرز بقى برضه غسلته كويس أوي وضفته فيها، بس أنا باحب بقى إن أنا أشوّح الرز كويس جدًا، جدًا علشان يطلع كده مفلفل ما يعجنش معانا خالص.
فهنا باشوّحه بقى كويس أوي على نار عالية، وبعدين هابتدي إن أنا أضيف الخضرة، وطبعًا باضيف كزبرة وشبت وبقدونس. طبعًا عايزة تستغني عن أي نوع من الخضرة دي براحتك خالص، بس بصراحة أنا بافضّل ال3 أنواع، يعني باحب إن أنا أضيف الخضرة كلّها، وباحب إن أنا أضيف خضرة كتير على المحشي. بتدّيني شكل حلو وطعم كمان حلو أوي، والكزبرة بقى بتدّي ريحة للمحشي تحفة، يعني أنا بصراحة ما باحبش أستغنى عنها في أي نوع محشي. حسيت بقى ان الرز كده لونه مش احمر زي ما انا بحبه يعني، وحسيت ان هي كمان محتاجه شويه من الزيت عشان احنا مكناش ضفنا زيت. فضفت لها كده زي معلقتين من الزيت ومعلقه من الصلصه، قلبتهم وخلاص كده. ال يعني خلطه المحشي جاهزه معانا، هنبتدي بقى ان احنا نحشيها. فضيتها كده بقى في صينيه علشان تبرد معايا. والبتنجان كمان كان بارد علشان ابتدي ان انا احشيه. طبعا اما بتحطيه في الطاسه بيبتدي ان هو يقفل على بعضه كده شويه، يعني ايه، بيكون بقى طري على بعضه كده. فبيبقى ايه صعب شويه في المحشي. فطبعا مفيش حاجه تصعب علينا، يعني هنبتدي ان احنا نفتحه كده بايدينا وندخل فيه المحشي. طبعا ما كترش كميه الرز، يعني اعمل حوالي تلتين كده البتنجانه احشيها علشان ما تطلعليش رز في الحله وهي بتستوي. حاسه ان انا رغيت كتير قوي. بص برضو الورق العنب هحشيه على الورقة اللي هي خشنة مش الناعمة. احط كده شوية رز، وطبعا ما كترش عشان الورقة ما تتفتحش معايا وتتفكك كده. احنا الصباع بيطلع صباع زي ما هو ما بيتفككش خالص. هحشي برضو كل الكمية كده، انا هحشي معاكم بس كام واحدة علشان طبعا يعني مش هقدر وانا صايمة افضل واقفة بقى واحشي كده، لا احنا لازم نقعد ونحشي بقى الكمية دي. طبعا للأسف والله بعد ما خلصت كمية المحشي بحسب ان الكاميرا مفتوحة، فسقيت المحشي. طبعا سقيته معاكم قبل كده محشي البتنجان ومحشي ورق العنب. بنحشي ورق العنب يعني بنسقيه لحد مثلا الصباع اللي قبل الأخير. فطبعا هنا في بتنجان فحشيت لحد أول رصة كده، وطبعا عشان الحاجة عندي بتاخد سوا أكتر فبحب ان انا ازود فيها شوية شوربة أكتر يعني. فعلشان كده ضفت عليها لحد أول رصة في ورق العنب. اول ما بتغلي بقى ووطي عليها واسيبها تستوي. وهنا برضو لسان العصفور خد لون كده ذهبي زي ما حضراتكم شايفين، سقيته بقى من الشوربه الجميله اللي احنا عاملينها دي. وكمان كانت البطه بقى استوت. انا هنا بوريكم شايفين لسان العصفور لونه تحفه، ما نغمقهوش. كل ما بنغمقه بيدينا طعم وحش قوي وبيبقى شكله مش حلو خالص. وهنا برضو كان عندي كيس كده من البرتقال اللي احنا برضو كنا مفرزينه، ضربته كده وحطيت عليه سكر شويه. وهحطه بقى في التلاجة. والبطة كانت استوت، هحط عليها بس شوية كده من الزيت، مسحة كده بسيطة. وممكن على فكرة تستغني عنها خالص وتدخليها تحت الشواية. انا بحب ان اديها مسحة كده عشان تديها لمعة بس ما بطلعها. هدخلها تحت الشواية تاخد لون كده من الجنبين، وتبقى لونها حلو اوي هتشوفه في الاخر. وهنا برضو كان عندي كده يعني كام واحدة كده من الجلاش حطها في الفريزر. طلعت برضو عشان يبقى طبق جانبي كده بدل ما اعمل سمبوسة يعني. حطيتها في الفرن تسخن بس. وعملت طبق من السلطة، هنصب بقى العصير ده بقى وقت الفطار. وبصوا البطة لونها تحفة من غير بقى ما نحط لها صلصة ولا أي حاجة، لونها جميل جدا. آه، وكمان بقى اللسان العصفور برضو زي ما حضراتكم عارفين ان انا بحب ان انا اديله غلوه واحده وبطفيه عليه، وقبل الاكل كده بشويه بزوده شوربه ويغلي كمان غلوه كده وبيكون جاهز معانا. بيبقى طعمه حلو قوي. كل ما بنخلي لسان العصفور يغلي اكتر كل ما يعني بيبقى حادق معانا، فهو بس غلوه واحده كده وبيكون خلاص جاهز. وبصوا هنا البتنجان بيلمع ازاي، تحفة والله. جربوا الطريقة دي تحفة جدا حلوة قوي. والورق العنب برضو. وكمان الجلاش كان ساخن معانا. زي ما حضراتكم شايفين دي سفرتنا، يا رب تعجبكم. طبعا لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم.